بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا وصل لي خبر بأن منتسبين الدفاع والداخلية تم إلغاء الحصة التموينية مالتهم. طبعا رسالتي إلى دولة رئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني: يا سيادة الوزير، يعني العسكري يعني شابع ضيم وقهر، فوق ما بالواجبات متأذي، يجي يريد يرتاح. ثاني شيء الحصة التموينية مالت الفريد يعني جاي تطونها انتم، يعني ما تسوى لها 50,000، انت تروح تقطعها من جماعة الدفاع والداخلية. يعني هذا انصاف؟ يعني هذا الجندي ابسط شيء، يعني هذا عبء عليه. صحيح هي ما تسوى لها 50,000، هسه هي لو تنباع ب1,000,000 وتقول لك راتب العسكري 2,500,000 3 على التعب اللي تعبه، على الواجبات، على الضيم والقهر، على المفخخات، على ما أدري ايش أحكي. يعني أنا هم كنت رجل أمين وبالدفاع، كفيلك الله والله العظيم شفنا الضيم والقهر اللي ما شايفه مسؤول بحياته، واللي يعرفوني موجود بالدفاع يعرفوني نصها العالم بمكتب رئيس الوزراء يعرفوني. يعني شنو قيمتها أنت من تقطع الحصة التموينية؟ هسه الحصة التموينية للجهال اعتبرها هدية. يعني شو أنت اجيت فرض ضرائب مع احترامي إلك، ما عندك خطة؟ ما أدري ترامب قال لك سوي ضرائب على العراق افرض ضرائب على العراق، على الشعب العراقي، وانت بهيك حالة تحارب الشعب العراقي. انت بدل ما تساعد الشعب العراقي، وابسط شيء هاي الناس اللي ضالة مال الرعاية الاجتماعية، كفيلك الله ناس ما عندها والله العظيم، والارامل والمطلقات. يعني لو تطلع فد يوم للشارع وتروح تشوف، لو تروح للرعاية الاجتماعية وتشوف الاسماء وتشوف الناس الضالة، كفيلك الحسين. احنا 5 اخوان، 4 ما متعينين، غيري انا تعينت بال2006 وبال2013 تمرضيت، وبال2014 نغلوني كونا طلبت اجازه، ما خلوني اعالج ونغلوني. ومن نغلوني الوحده اللي رحت لها هربتني، هي هربتني، لا هربت ولا شيء. ويعرفوني انا كنت بمكتب رئيس وزراء، ربعي كلهم يعرفوني انسان لا اخاف ولا استحي، وعلى الحق على قصر رقبتي، ويا الحق ما اخاف. هسه انت يا رئيس وزراء تقطع الحصه التموينيه مال الجندي العراقي، شنو ذنبه؟ هسه اعتبرها هاي الحصه التموينيه مال الاطفال. فرسالتي الى الشرفاء اللي بالبرلمان واللي يخافون الله، كل واحد انسان يخاف الله خليه يحاسب نفسه، وكون ترجع الحصة لهم. يعني تقطع انت بدل ما زيد راتبه. يعني ترى عجيبة والله. يعني من نقعد ندرس الميزانيات، كفيلك الله شو اسولف انا، هم طويلة تصير القصة، حكي هواي. فنرجو من عندك يا رئيس الوزراء ان تلقي القرار مال القاء الحصة التموينية مال الجندي والشرطي، اعني بجميع صنوفها، البحرية، المرور، المادري شنو. ما يصير يا عمي. يعني قبل تجي تقطع الحصة التموينية مالتهم،
هسه اعتبرها هي هاي الحصه التموينيه هي مال جهالهم. وهسه اذا تروح انت لو 10 نفرات هم ما يجيبوا لهم، ما تجيب لهم 60,000 50,000 الحصه التموينيه بكبرها، تروح تقطع الحصه التموينيه مالتهم. والله ما ادري. فالسلام ختام. فهاي رساله توصل رئيس وزراء خي يرجع الحصه التموينيه. يعني الجندي تعبان وانت تشوفهم يعني بالواجب من الصبح لليل. مع السلامه.